في الفيديو ده هقول لك على السر اللي ساعدني انظم وقتي بشكل كامل في رمضان وامتحن مد كله في رمضان واذاكر المواد من اولها لاخرها لغايه المد. اقسم بالله دي في رمضان. مبدئيا خلينا متفقين ان اليوم بيبدا من النوم. انت يومك لازم يبدا بنوم صحي. في مقوله كده او مثل قاله واحد انا مش فاكر هو مين اساسا، بيقول لك اليوم الجيد يبدا من نوم جيد. فانت اول حاجه هتعملها في تظبيط المواعيد دي انك انت هتنام صح عشان تظبط الساعه البيولوجيه بتاعتك. فاول حاجه انت هتصلي صلاه التراويح. يعني لو صلاه التراويح عندك بتخلص من 8 وربع ل 8 ونص او 8 9 مثلا لو المسجد عندك بيطول، فانت 9 ونص لازم تكون على السرير. وخلينا متفقين على حاجه، على السرير بدون هذا المستطيل الحسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي بيخليك تسرق 3 ساعات من يومك، التليفون، وتنام. وهتصحى على السحور. السحور ده ما تصحيش الساعه 12، انت تصحى للسحور قبل الفجر عشان تاخد ثوابين. اول حاجه انك انت تاخد ثواب سنه النبي عليه الصلاه والسلام، صلي على النبي اللي ما صليتش عليه، ما زال امتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور، فانت تاخر السحور الى قبل الفجر. وتاني حاجه انك انت هتنام اطول فتره ممكنه من النوم العميق والمظبوط، وبعد كده تصحى تتسحر وتصلي صلاه الفجر في الجامع، وبعد كده ترجع من صلاه الفجر. انت يا معلم عندك افضل وقت دلوقتي هتذاكر فيه. الوقت ده بجد خيال لو انت استغليته لغايه وقت الجامعه او المدرسه او الدروس ايا كانت المرحله اللي انت فيها، او حتى لو اجازه. فانت هترجع من صلاه الفجر وتقعد تذاكر لغايه تقريبا الساعه 8. ما تتوقعش ان في لا مدارس ولا جامعات قبل الوقت ده. دول 3 ساعات هتذاكرهم مش اسطمبه واحده، انت هتذاكرهم بتقنيه البومودورو تكنيك. احنا كنا اتكلمنا في اول فيديو عن تقنيه الجومودورو او الانومودورو، بس دول انا ما انصحش بيهم في رمضان. انصحك بانك انت تذاكر 45 دقيقه و15 دقيقه تقرا فيهم قران وتذكر فيهم ربنا، وبعد كده 45 دقيقة، بعد كده 15 دقيقة تقرأ قرآن أو تذكر ربنا، وبعد كده 45 دقيقة أنت كده دخلت في الساعة الثالثة، وبعد كده 15 دقيقة تقرأ فيهم قرآن وتصلي صلاة الضحى وتروح جامعتك وترجع من الجامعة. أنت هترجع من الجامعة أول حاجة هتعملها إنك أنت هتنام. فأنت هتنام بما لا يتخطى 45 دقيقة، وأنا أنصح إنها تكون بس نص ساعة. ومعلومة رائعة جدا عرفتها من عبد الله العلاوي، بيقول إنك أنت قبل ما تنام القيلولة دي اشرب فنجان قهوة مباشرة. هتقول إزاي أشرب فنجان قهوة وأنام؟ هقول لك لأن أساسا تأثير القهوة بيطلع بعد 25 دقيقة. فأنت هتنام ال 25 دقيقة تلاقي عليها قهوة ضربتك على دماغك، تقول لك يلا الكافيين طلع تأثيره، فهتصحى. فدي طريقة رائعة جدا. هتصحى تقريبا هيكون وقت العصر، فهتصلي العصر، ومن بعد العصر المغرب هتستغل الوقت ده في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. خلينا متفقين ان رمضان مش شهر مسلسلات ولا شهر رامز جلال ولا المداح ولا المعلم ولا الكلام ده كله. فانت لازم تستغل الوقت ده في انك انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. ده افضل وقت في رمضان وافضل وقت ليك كصائم. انت عندك الساعة اللي انت قبل ما بتفطر فيها دي ساعة استجابة، وعندك من بعد العصر لغايه الوقت ده كله استغله في قراءه القران، في الذكر، في الصلاه، في لا ما ينفعش الصلاه لان الوقت مكروه. وبعد كده هيأذن المغرب وكلنا الحمد لله بتجر بينا الفطار لغايه التراويح. فانت وكل واحد ياخد حقه بحق الله. تفطر لغايه العشاء، وبعد العشاء بتصلي العشاء والتراويح، وهنرجع لنفس السايكل مرة تانية ونفس الدورة مرة تانية. عندك بعد كده هيجي وقت العشر الأواخر اللي هم في رمضان اللي بقى فيهم صلاة التهجد. هتصلي التهجد، ما توقعش ان التهجد بتبدأ من الساعة 12 أو 1 يعني مش قبل كده. بعد كده هتصحى تقريبا دول 3 ساعات أو 3 ساعات ونص تقريبا دورتين نوم، وهتصحى التهجد بس ساعة تقريبا أو ساعة ونص، وهترجع تنام دورتين نوم مرة تانية قبل الفجر. بعد كده تصحى الفجر تتسحر وتصلي الفجر. وفي الحالة دي انت كل اللي عملته انك انت نقصت دورة نوم واحدة بس بما يعادل ساعة ونص وبس. كده تقريبا كده احنا وضحنا ازاي ان انت ازاي تقدر تنظم وقتك بشكل كامل جدا في رمضان. انا هعتمد في القاعدة دي على حاجة واحدة، انك انت ما قضيتش الوقت على التليفون وعلى الريلز وعلى المسلسلات وعلى الافلام. رمضان مش وقت ريلز ولا مسلسلات ولا افلام، هعيد وكرر، رمضان مش وقت ريلز ولا مسلسلات ولا افلام، رمضان وقت طاعه وعباده. وعشان انت طالب هتزيد فيهم المذاكره. وخلينا متفقين على حاجه، انت حاول انك انت في رمضان تنوي نيه المذاكره دي انك انت تحصيل العلم عشان تاخد فيها اجر وثواب. ويا سلام انت كده 14 ساعه في اليوم واخد فيهم اجر وثواب. استغل رمضان خير استغلال. وبس كده كده ساعدتك انك انت ازاي تقدر تعرف انك تنظم وقتك في رمضان. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك عشان بيدعمنا جدا ان احنا نستمر. ولو انت معانا في قناه الطلاب المنزلين فانزل اشترك معانا في القناه عشان تشوف محتويات كتير وفيديوهات هتساعدنا ان احنا نفتك الروح من خانه الطالب المزنوق. سلام. اقفل الكاميرا، واحد عاوز يلحق المد اللي ما ذاكرش فيه حاجه. ده لسه معايا لغايه دلوقتي. يلا سلام عشان ورايا مد وانت وراك مذاكره. سلام.